السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ويكملوا معايا الفيديو للاخر. ان شاء الله باذن الله هتستفيدوا بحاجة او هتلاقوا حاجة تعجبكم. بدأت اليوم بتاعي كده، صحيت عندي وجع في اسناني رهيب، فعملت شوية فرايز كده وعملت شريحة توست وحطيت عليها لانشون وقطعت طماطمة، وقلت ابدا افطر واقاوم، على الاقل هاخد مسكن. المهم ان انا حسيت ان انا ما عنديش طاقه خالص، فقلت مش مشكله اشغل المكنسه، مش لازم كل يوم اشيل الكفرات وانضف. فشغلت المكنسه كده وقلت ابدا تلميع على السريع. الفيديو ده او الجزء اللي انتوا بتشوفوه من الفيديو ده متصور بقاله تقريبا 5 ايام. صورت الفيديو ده، والله ما اقولكوش، يعني دخلت في دوامه رهيبه لا يعلم بها الا الله. بقى خلاص وجع اسناني ما فيش مسكن يعني نافع فيه خالص. فرحت بقى لدكتور اسنان. دكتور اسنان قال لي لا، ما عندكيش مشكله في الاسنان ظاهره قدامي، ارجعي لدكتور انف واذن، ممكن يبقى عندك مشكله في الجيوب الانفيه. رحت للدكتور الجيوب الانفيه، عمل لي سونار، قال لي ما فيش حاجه، اعملي اشعه مقطعيه. عملت الاشعه المقطعيه ورجعت له، قال لي لا، انتي مشكلتك مش موجوده، انت مشكلتك في الاسنان. فحولني على دكتور اسنان تاني، راح قال لي مش عارف كام حاجه كده، وبصراحه ما حسيتش ان هو يعني بيقول لي الحقيقه. فرجعت لدكتور الاسنان الاول تاني، قال لي لا والله انت ما عندكيش ولا مشكله من اللي هو بيقولها لك، انت محتاجه تعملي بانوراما علشان خاطر اشوف ايه المشكله. ممكن تبقى المشكله في الاسنان داخليه بين الاسنان، ولكن مش هتبان غير ببانوراما. فانا عايزه اقول لكم انا قعدت 4 ايام بلف على دكاتره بس ولسه ما عملتش البانوراما. فادعوا لي كده ان شاء الله باذن الله يطلع الموضوع بسيط، وربنا يتم شفاي على خير ويتم شفا كل مريض يا رب، اللهم امين. المهم كده كنت خلصت تلميعه، لمعت بقى كل حاجه، قلت بما اني كده كده ما شلتش الكفرات فابدا المع كل حاجه كده، حتى يعني الخشب اللي هو على الحيطه وكده. فلمعت ورشيت المعطر، وزي ما انتم شايفين كده الطرق كانت تضرب تقلب. انا بصراحه كنت بلهي نفسي في التنظيف علشان خاطر الوجع يروح. المهم انا بوريكم طريقتي في السجق. بصوا بقى، انا بحط عليها ميه سخنه، مش بسلقها، بحط عليها ميه سخنه بس عشان مكان ايد الصنايعيه او مكان التعليقه اللي هم معلقينها. والناس اللي كانت بتقول لي يا ده انت رايقه او فاضيه، ايه تفريزات فلفل وبصل خلاص يعني، لا يا جماعه، الحاجات دي فعلا بتساعدني وبتنصفني كل شهر، يعني بتسعفني فعلا. انا معايا طفله بتسنن وفي سن استكشاف، فعلا يعني الاكل بيبقى مجهود، اي حاجه بعملها لا بتاخد مني وقت كتير. انتوا ممكن تشوفوا الفيديو مثلا 5 دقايق او حاجه، ولكن والله ده بياخد مني تصوير ومجهود رهيب وكميه عياط وزن ما اقولكوش. المهم ان انا شايفين يعني السجق اتعمل بمنتهى السهوله. ليه بقى؟ انا بحط معلقه سمنه علشان هو خاطر طبعا بيبقى فيه دهنه وكده وبينزل، ما تكتروش. وبنزل عليه بالبصل والفلفل، وبعد كده بزودهم بالميه اللي انا كنت يعني ميه كده كده بشغل الكتل، بحط شويه على السجق بس عشان ينزل الحاجه اللي فيه، وخلاص على كده. طبعا اتغدينا، والفاصل بين بقى الفيديو اللي انا بنضف فيه او بكنس فيه وبين التاني ده 5 ايام. فهنا كده كنت طبعا رجعت البيت تاني، لان طبعا كنت بلف اللفه دي كلها وانا عند بيت اهلي. فرجعت كده كنست ومسحت ونضفت، وعشان احنا كنا جايين في نص اليوم فالدنيا كانت ليلت كده عقبال ما نضفت وسبت الارض تتهوى. عايزه اقول لكم المعطر ده فعلا طلع خطير حلو قوي. انا كنت حاسه ان انا مغرمه بالنوع التاني، هو لسه فيه حوالي نصه، ولكن ده بصراحه طلع خطير قوي، ما كنتش متخيله ان هو كمان ده هيطلع حلو. فقلت استخدم الاتنين بالتبادل، بصراحه الاتنين حلوين قوي. فهنا كده اللهم لك الحمد كنت خلصت، وكمان كنت اول ما جيت شغلت دورة الغسالة فكانت خلصت. فكده نشرت بالليل وطفيت النور. وعايزه اقول لكم بقى ان انا في عز اللف على الدكاتره دخلت محل ادوات منزليه، جبت القلايه الصغيره دي علشان خاطر اكل خوخه، وطقم التلاجة ده ازاز، هو ازاز هو. فقلت اشوف الدنيا كده فيها ايه. ولقيت الحاجات دي عند المج ده عسول، ما استخدمتوش قبل كده، كل الحاجات دي ما استخدمتهاش قبل كده. شايفين حتى البراد بالورقه بتاعته، ولكن من فوق طبعا متبهدل. ولقيت الحلل البلاستيك والصفايه دي عندي، وطقم الشاي ده برضو. تخيلوا ان انا كنت اشتري اخوه، فماما فكرتني ان انا عندي، ان هو اصلا عندي. والكوبايات، ولقيت الصينيه الميلامين دي. وبصراحه يعني اتبسطت قوي ان انا لقيت الحاجات دي، الحمد لله ما اضطريتش اشتري حاجات يعني. واليوم ده طبعا كان كنت ناوي اعمل ستريبس، ولكن قلت طبعا الجو حر مش قادره اعمل اي حاجه مقليه. فشويته كده وحطيت عليه صويا صوص ودبس رمان ومعلقه عسل، وعملت رز بالخضار وسلطه.
والحمد لله كان اليوم خفيف ولطيف. وطبعا قلت احبس بكوبايه شاي عشان الصداع اللي اسناني مسببهولي. يا رب يكون الفيديو خفيف ولطيف على قلوبكم. اشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد وروتين جديد. مع السلامه.